السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل وجبة سريعة جدا. بجد بجد بحبها قوي قوي عشان هي سريعة وفي نفس الوقت مفيدة، والولاد بياكلوا خضار. الوجبة دي شايفة دي صينية بطاطس بالفراخ. ما شاء الله، بجد بجد الطريقة بتاعتها جميلة جدا جدا. يمكن عايزة أقولك أنا بعملها، عيلتي كلها مشهورة بيها. ما شاء الله تبارك الله، بجد بجد بطريقة وطريقة تتبيلة حلوة قوي قوي. التست بتاعها عالي، كل اللي يعرف الطريقة دي ويجربها بجد بجد بيدعيلي. اولا مش محطوط ليها طماطم عشان الناس التعبانة، وبتبقى حلوة جدا. تعالي معايا بقى اقولك الطريقة السريعة دي، لما انا بكون مستعجلة بتبقى اسهل طريقة صينية خضار او صينية بطاطس تقدري تعمليها للولاد. اولا هنا كده هنجيب حوالي 4 جزرات نبشرهم. هنجيب عليهم 3 بصلات او بصلتين على حسب بتحبوا البصل او لا، كتير او لا. وتقومي مقطعاهم. مفيدة قوي الصينية دي للولاد، وبتبقى حلوة ومززة وطعمها خطير. حطي بقى كده قرنين فلفل سبايسي، وده اختياري، على واحد اخضر كده. بصي كل حاجة في قلب بعضها، ما بيتحطلهاش مية خالص. الصوص بتاع الفراخ هو اللي بيسويلك البطاطس وبيخليها مكرملة. 3 طماطمات دول هنمسكهم كده نبشرهم ونركنهم. نتبل الأول ملح وفلفل، ونحط معلقة بابريكا كبة صيني. حطي بقى معلقة زعتر، هنحط كمان جنزبيل سنة، نحط معلقة قرفة. اظبطي التتبيلة بتاعتك، حطي الملح بتاعك واظبطيه. انزلي بقى بالطماطم المبشورة، وانزلي كده بحوالي 1.5 كيلو بطاطس مكعبات. بصي بقى بطاطس مكعبات، قلبي الكلام الجميل ده كله كده على بعضه. ولو كان عندي دبس رمان كنت حطيت كمان معلقتين. هاتي بقى هنا الفراخ، بما انها غالية فجايبين وراك ومقطعين الورك 2. وربنا يعدي الايام دي على خير. مسكناهم كده في قلب التتبيلة، وبعدين نقوم منزلينهم على الصينية. هاتي بقى 3 ليمونات كبار كده. بعد ما انتي عملتي الخلطة الرهيبة اللي ريحتها بجد تحفة، ابتدي بقى هنا كده ايه، اعصري 3 ليمونات هيدوكي مزازة، وبجد بجد بتبقى خطيرة. عندك ورق فويل، ابتدي لف الصينية بتاعتك ودخليها الفرن. ولو ما عندكيش ما تحطيش، ووفري بصراحة يعني مفيش مشكلة خالص. ابتدي بقى هنا عصوري الليمون، وقومي زقة الصينية جوه الفرن. تاخد حوالي ساعة في قلب الفرن كده او اقل، على حسب يعني بتاع حوالي ساعة الا ربع. وابتدي حطي هنا سفاية زيت بسيطة كده، وتطلع بالشكل الجميل ده. اعملي بقى شوية رز معمر، شوية رز ابيض بشعرية، وبتبقى حاجة بجد بجد خطيرة. زي ما وريتها لك في بداية الفيديو، الفراخ مستوية، البطاطس مكرملة، خطيرة جدا. في الساعة اللي احنا فيها دي بتبقى وجبة سريعة وحلوة للولاد. حبيبة قلبي بحبك في الله كتير كتير. ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ايمي البسيوني. بجد بجد وصفة تحفة وخطيرة، وما بتاخدش وقت خالص خالص. تقدري تعمليها لولادك، وبتبقى مززة كده. ويا سيدي على الجمال. حبيبة قلبي اقولك ايه، اسيبك في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.